انا عاوز زوج حضرتك، انا جاي اقابل زوج حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة خاصة بفيديو منتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. متابعتنا النهاردة خاصة بفيديو خناقة الشيخ زايد او كامباوند الشيخ زايد. الفيديو انتشر بشكل كبير جدا خلال الساعات الأخيرة، وبيظهر فيه إحدى السيدات وهي تقوم بالاعتداء على أحد الأشخاص داخل كامباوند راقي في منطقة أو حي الشيخ زايد. ناس كتيرة جدا تفاعلت مع الفيديو، ناس كتيرة جدا تعاطفت مع الشخص اللي كان بيتم الاعتداء عليه. اللي اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الشخص اللي كان بيعتدى عليه هو احد موظفي البنوك اللي كان رايح بيطالب السيدة او زوجها بمتأخرات او مبالغ مالية عليهم، والله اعلم. وفي رواية تانية بتقول ان الشخص اللي بيتم الاعتداء عليه في الفيديو هو جار السيدة واسرتها، والمشكلة حتى الان لم تعرف. لكن الناس كلها اتفقت على شيء واحد، ان ما ينفعش الاسلوب اللي اتعاملت بيه سيدة الحي الراقي زي ما اطلق عليها على السوشيال ميديا مع هذا الشخص تميز بثبات انفعالي كبير جدا، وقدر ان هو يواجه السيدة واسرتها، وكمان ابنها اللي لما تدخل وهدد الراجل بالاعتداء عليه هو كمان. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا، وناس كتيرة زي ما قلنا أشادوا بأخلاق وثبات الرجل اللي كان بيعتدى عليه، وناس كتيرة جدا انتقدت أسلوب هذه السيدة. طبعا تفاصيل الموضوع لم تعلن حتى الآن، ولكن من المؤكد ان هيتم التحقيق فيه. من المؤكد ان اكيد طالما الفيديو انتشر بالشكل ده ان هيتم التحقيق وهيتعرف السبب الحقيقي للمشكلة دي. كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الأخبار وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير في متابعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.